ها بقى هنعمل ايه النهارده يا شيف نادية القمر؟ اهو بجهز نفسي اهو. هنعمل ايه النهارده؟ احلى فراخ هتاكلوها في حياتكم. بجد احلى صينيه فراخ. انا كمان بحب الفراخ جدا جدا. يلا بينا. طريقتها جديده ومختلفه خالص وبجد تجنن. ايوه بقى انا بحب الجديد والمختلف. يلا ابهرينا يا شيف. عامله النهارده فرختين منضفه الفراخ. انا بقى عندي فرخه واحده. عامله النهارده فرختين منضفه الفراخ كويس بالطحين. كمان غسلاها ومنضفاها وكله تمام التمام. ويلا بينا. بصلايه كبيره. هنقطع البصل جوليان. انا بقى هستخدم بصلايه وسط لاني احنا معانا فرخه واحده وهنقطعها جوليان. مكه بتسلم عليكم. سلمي علينا مكه. لما تيجي نصلي بنقول ايه قبل ما نصلي، قبل ما نبدا الصلاه؟ بنقول ايه؟ قول لهم ايه؟ يلا قولي بقى صح. قولي لهم بقى قبل ما نصلي. حلو. انت مكسوفه من امتى؟ لما وجهت وجهي ايه؟ هم كده اسمعوا حاجه؟ ها؟ خلاص خلاص يا جماعه خلينا في الوصف عشان هي مش عايزه تتكلم. واحده يبقى 4 طماطميات كفايه. انا عشان عامله فرختين فعامله تقريبا 7 طماطميات. هي فرخه واحده 4 طماطمات وايه دي 4 طماطمات. تمام كده. هنخرطهم تخريط صغير. فرخه تاخد لها 3 فصوص توم تقريبا. انا عامله فرخ 3 فصوص توم. تمام. فلفل رومي. هنفرم الفلفل مع التوم. وقرن فلفل. طيب انا هنا عندي كده كده ايه الثوم والفلفل بعملهم برطمان، فانا هاخد منهم معلقتين كبار ولا حاجه بدل الفرهده والتقطيع ووجع الدماغ. تمام تمام. يبقى احنا كده معانا الايه الفلفل مع الثوم. 5 6 معالق كده من زيت الزيتون. زيت يقدح. صينيه بقى طاسه اي حاجه عندك مش هتفرق معانا. تمام. هنضيف فيها الايه الزيت. طبعا اي زيت برضه. ما عنديش زيت زيتون، مش بطبخ بزيت زيتون اصلا. يبتدي ياخد لون بالثوم والفلفل. حط البصل. شاطره. البصله تاخد لون حلو وهنضيف عليها الايه الثوم على الفلفل. زي ما قلت لكم هرسه ثوم على فلفل في قلب ايه برطمان كده بيوفر معايا. هضيف كده معلقتين. تمام. نضيف الفراخ. تمام. الملح. ملح. اسود. هنحتاج فلفل اسود. للفرخه الواحده معلقتين كبار مليانين من الكاري. الكاري بهار مهم جدا في الوصفه دي. معلقه من الكاري عشان انا عامله فرخه واحده، وزي ما قلت لكم مهم جدا الكاري عشان هو اللي هيديك التيست بتاع الطعم. تمام. هو الكاري بيبقى شكله عامل زي الكركم كده بيتباع عند العطار، بس خدي بالك في فرق بين الكركم والكاري. الكاري شوح بقى الفراخ مع البهارات. وبعد نشوح بقى الفراخ مع البهارات بقى والتوابل اللي احنا حطيناها فيها. تاخد تشويحه حلوه كده. بهارات وبعد كده بنرفعها بره. نشيل الفراخ بعد ما اتشوحت مع التتبيله بقى. من عندك قطعناها. تبتدي تغلي كده بنغطي. نسيبها بقى على نار هاديه تتسبك. ونحط الطماطم. نغطي ونسيبها على نار هاديه تتسبك.
فرخه بما يعادل علبه زبادي 170 جرام، فانا حاطه تقريبا علبتين من الزبادي. في علبه زبادي، بس انا فتحت التلاجة لقيت علبه الزبادي اتسرقت. مين كل علبه الزبادي؟ مش انا. فنعدي بقى مرحله الزبادي دي. حطينا زبادي. عصير الليمون، انا هعصر ليمونتين للفرختين. الحمد لله ما خدوش الليمون، الليمون موجود. عصرة ليمون. رجع الفراخ تاني جوه الحله. هنرجع الفراخ تاني. تمام. يا الله، لسه هنزل واحده واحده اهو. نديها بقى تقليبه حلوه. زود شويه ميه بسيطه قوي. نزود شويه ميه مش كتير. نغطي عليها بقى تستوي كده في قلب بعضها. انت قلت كده؟ حطوا معاها بطاطس. حط الاوبشن التاني ان انتوا تحطوها في صينيه وتدخلوها الفرن بقى ايه تشوي كده. حلو اوبشن البطاطس ده. لو انت عندك بطاطس وحابه تضيفيها ضيفيها، ومش شرط بطاطس، ممكن اي خضار برضه هتبقى جميله قوي. بس هو فعلا البطاطس مع الفراخ بتبقى مسكره عسل. بس صراحه اوبشن البطاطس ده مش موجود عندي، لان البطاطس الكيلو ب 20 جنيه مش موجود. تمام. لو موجود حتى كنت ضفته. وممكن تسويها على النار، ممكن تدخلها الفرن زي ما انت عايزه. تمام. انا هديها كده نص تسويه. البهريز الرهيب ده ونحط. قولي بقى هالجمال. شايفين البقبقه والجمال؟ شايفين البقبقه؟ الحله اهي عشان بس مش باينه في الكاميرا. بصوا الجمال، بصوا الفراخ وحلاوتها وطعمتها. بصوا الصوص بقى ده تحفه. الصوص ده بيتاكل قبل الفراخ. عندك بقى حريه الاختيار، حابه تدخلها الفرن براحتك. انا برضو هعمل زيها كده، هرص الفراخ بتاعتي هنا كده وندخلها الفرن. بسم الله. فوق الفراخ في الصينيه. انا بس هحطها كده فوقيها كده. هنصب الصوص. هنسيب شويه صوص كده كلهم جنب الراس. هندخلها بقى الفرن. انا مسوياها، شغلاها الشوايه بس. ليه؟ لاني انا خليتها تستوي على البوتاجاز. تمام كده. بقى مع الرز رهيب، والفراخ طبعا دايبه. شايفين بقى جمالها بعد ما طلعت من الفرن؟ تحفه. الله، شوفوا لي هالجمال. جنب بقى رز ابيض. الله، بصوا رز وجماله. تحفه. شايفين الجمال؟ تحفه. شايف رز ابيض اهو. الله، والفراخ الجميله بتاعتنا. واو. شويه كده بقى من الصوص اللي نزل. الله، واضحه؟ بصوا جميله. بصوا، لا انا هقلب الكاميرا عشان تشوفوا الجمال. بصوا بقى الجمال. بصوا الفراخ وجمالها. بصوا الفراخ هنا في الصينيه عامله ازاي. تحفه. الصوص بقى اللي نازل جنب الرز الابيض. جربوها، تحفه. اي حد ما بيحبش الفراخ اعملوا الوصفه دي، جربوها وليه رايكم فيها. وانا اتفق معاكي فعلا، اللي مش بيحب الفراخ هيحبها بالطريقه دي. بجد رهيبه، جميله 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 جميله. بصوا بقى الفراخ مستويه وجميله ازاي. بصوا مع الصوص خطيره خطيره. واو. جربوها. متنسوش اللايك يا حلوين. باي.